يا مساء الفل والورد على عيون اغلى واحلى متابعين واغلى واحلى اخوات، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. حذروا فزروا، احنا فين؟ احنا في سنتر الوكاله مكملين. لازم قلت اوريكم المكان واوصف لكم المكان بالظبط واعرفكم هما كان عندهم ايه النهارده. بصوا هنا حسن بيوصف لكم، بيقول لكم ده مستشفى الجلاء من ورا. المكان هنا خلف مستشفى الجلاء. انا بتكلم عن لسان حسن، تمام؟ كان في دوشه كده جامده فخفت ما تسمعوش الصوت بتاعه وهو بيوصف، فانا اسفه جدا شلت الصوت. تمام. هو بيوصف لكم المكان، بيقول لكم في ناس كتير بتتصل دايما بيتصلوا بيه يقولوا له عرفنا المكان، فهو حب يوصف لكم اهو بنفسه. ده حسن يعتبر صاحب المكان، هو وعبده اللي هيفرجنا على شوية حاجات عندهم. عايزين نعرف عندهم كل حاجة، عايزين نعرف الأسعار، عايزين نعرف الموديلات. تعالى اقول لكم على كل حاجة عندهم. وللمرة التانية المكان ما يتوهش خالص خالص يا بنات. هنا كان عندهم البلطو الطويل ده على اشيك ما يكون زي ما انتوا شايفين كده، وكمان كله براندات ب 300 جنيه بس. عايزه اقول لكم محدش يقول غالي بعد الغلاء اللي احنا بقينا فيه، والله ده كده مش غالي. تمام. وعايزه اقول لكم ان الحاجات دي طبعا كبراندات لا معديه بره والله اسعارها يا بنات. فعايزه اقول لكم بجد بجد ما تستغلوش الحاجه دي. الحاجه الماتيريال بتاع الحاجه والبراند وكل حاجه. يعني انا عايزه اقول لكم ان الشعبي بقى غالي جدا، يعني لو نزلتوا العتبه حرفيا بتلاقوا البلاطي اللي هي الشعبي معديه ال 500 جنيه وال 600 جنيه. لا انا بصراحه بالنسبه لي انا كشيرين لا اشتري براند زي ده ب 300 جنيه احلى واشيك واقيم وارقى. يعني لو لبستي مثلا بالتو براند زي ده والله ما حدش هيتخيل ابدا انك جايباه ب 300 جنيه. فعايزه اقول لك بجد البسي وتشيكي من المكان ده واتمنظري براحتك على اصحابك وعلى سلايفك وعلى حماتك مش قصدي طبعا اي تحريض من اي نوع، انا كل اللي اقصده ان احنا بصوا يا بنات كان ده شيك قوي وعجبني جدا جدا. كل مقصدي ان ليه ما نلبسش حاجات. بصوا يا بنات ده برضو عجبني جدا جدا جدا، يعني مش لا هو بليزر ولا بالطو بين البنين كده، فاهمني؟ برضو عشان كده عجبني قوي. انا مش بحب البليزر لانه بيبقى قصير شويه عندي. فانا بحب اللي هو بين البنين ده بيبقى اشيك واحلى وبرضو ايه، حاجه كده محترمه يعني. طبعا دي اذواق. فعايزه اقول لكم بجد عجبني قوي البلاطي اللي عنده والجواكت كمان يا بنات. حاجه كده اخر شياكه. بصوا الجاكيت تحفه. وكمان عايزه اقول لكم ان الفيديو ظالمهم جدا جدا جدا. فانا قلت لكم الفيديو اللي فات بتاع العبايات ان انا هعمل لكم فيديو بقيه الحاجه اللي عند حسن وعبده. السنتر ده بصور فيه من اول ما فتح، من يوم الافتتاح وانا معاهم. داخله في قد ايه؟ داخله في سنه والله، من رمضان اللي فات على فكره يعني. كنت بصور عندهم وكنت بصور عندهم بالليل بعد الفطار كنت بروح. ان شاء الله رمضان ده مش هقصر معاكم باذن الله في الفيديوهات، علشان يعني قبل رمضان باذن الله هعمل لكم فيديوهات كتير، علشان اللي عايز يلحق نفسه قبل رمضان يجيب لبس العيد من هناك. الناس اللي بتجيب لبس العيد من هناك هقول لكم تروحوا امتى بالظبط، وهقول لكم ايه افضل ايام في الاسعار، وهقول لكم كل حاجه. بس يلا يا بنات نعمل ايه؟ نذكر الله، لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. كمان صلوا معايا على حضرة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. قبل ما تنسي يا ست الكل ويا ست البنات انزلي اعملي لي احلى لايك علشان الفيديو يرتفع ويجيب مشاهدات كتير، لان الفيديو اللي فات والله العظيم ما جابش 500 مشاهدة. فطبعا والله العظيم عايزة اقول لكم ان ده يعني دمار للقناة، دمار. فطبعا ممكن يكون عيب مني عشان انا متقطعة بقالي فترة، كنت منقطعة عن القناة لاسباب مرضية والله يعلم ربنا. بس عايزه اقول لكم ارفعوا لي بقى الفيديو ده بالله عليكم بلايك، مش عايزه اكتر من كده. وكمان يشرفني جدا جدا تعليقك، وبحاول ارد على التعليقات، بس لما بقصر بيكون غصب عني ويعلم ربنا. لكن اول ما بتلاقي معايا التليفون وبعرف ارد على التعليقات كلها بحاول ارضي الكل ويعلم الله. تمام. لسه كمان هوريكم بنطلونات اللي هي الشروال، وكمان السويت شيرت. مش قادرة اقول لكم بقى تقدري تعملي احلى تريننج كده تقعدي بيه في البيت، تريننج شتوي حلو جدا 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 عن الجلابية وعن البيجامة العادية التقليدية اللي هي القطيفة دي الشتوي، او الدفاية الشتوي دي. بصراحة انا طول عمري بحب البنطلون اللي هو الشروالي الميلتون والسويت شيرت. ده بالنسبة للشتا في البيت بصراحة بيدوا منظر لأي ست بيت أو لأي بنوتة حلوة.
غير الجلابيه خالص، فاهميني؟ بس طبعا امهاتنا على راسنا من فوق واجدادنا، جداتنا يعني، كانوا طبعا متعودين على الجلابيه، وانا كمان كنت متجوزه بجلاليب كتير جدا. بس حاليا بقيت احب البنطلون والسويت شيرت بصراحه، اشيك. وطبعا في حاجات من دي صيفي على فكره، في حاجات صيفي. فعايزه اقول لك والله لو عملتي التغيير كده على نفسك مره، بصوا يا بنات، البلطو جماله وشياكته حاجه كده، حلاوه على بقلاوه، فاكرين الكلمه دي؟ والله انتوا اللي حلاوه على بقلاوه. فعايزه اقول لكم بجد بجد، التغيير هيفرق معاكي كتير جدا جدا، حتى في النفسيه. اسالوا مجرب، وانا اسالوا اختكم. انا اقصد طبعا تسالوني انا. فعلا كنت متعودة على حاجات، لما جيت ابتديت اغير، لا، نفسيتي اتغيرت جدا للافضل الحمد لله. عشان كده جربوا انتوا كمان. وعايزه اقول لكم السويت شيرتات اللي جوه المحل اللي هنشوفها دلوقتي، طبعا انا قلت لكم البالتو بكام؟ ب 300 جنيه. السويت شيرت او البنطلون اللي هو الشروال عامل 130 جنيه، عامل 130 جنيه. هنيجي دلوقتي هنتفرج على شويه سويت شيرتات وعلى شراويل، وعايزاكم تقولوا لي رايكم في التعليقات، ضروري جدا جدا يا بنات. ما تنسوش قولوا لي رايكم في التعليقات عن الفيديو ده، وقولوا لي ايه رايكم في السعر اللي انتوا شفتوه. لازم نتناقش مع بعض عشان نشوف، وعلشان نحسن الافضل. عايزين حاجات ارخص من كده بقى هصور لكم برضو على فكره. هو كان عنده برضو شراويل بره تقريبا عامله 100 جنيه او 85 جنيه، هنشوف دلوقتي مع بعضينا عشان انا نسيت. تمام. بس طبعا اللي جوه كانت افضل كتير. تمام، خلينا متفقين، هم حلوين قوي برضو، براندات على فكرة. بس عايزة اقول لكم اللي جوه 100% خطير، اللي بره كان حوالي 80%. تمام. هتشوفوا معايا دلوقتي كل حاجة. انا حبيت اوريكم اكتر عدد من البلطوهات، او اكتر يعني يعني اكبر عدد من الموديلات كده، علشان انتوا طلبتوا مني البلطوهات دي بالاسم. انتوا طلبتوا مني البلطوهات دي بالاسم. تمام، فكان لازم اوريكم الفيديو كده، البلطوهات كتير. تمام. بصوا بقى الشراويل اهي اللي انا اقصدها، دي بقى الشراويل اللي انا اقصدها. عايزه اقول لكم هي ب 150 مش ب 130، عشان كده قلت لكم انا نسيت يعني، انا عشان مصوره الفيديو اول امبارح تقريبا، فانا نسيت فسامحوني يعني. بس عايزه اقول لكم برضو بعيد كلامي، ما تشوفيش الحاجه في الفيديو، روحي اتفرجي على الشروال ده هناك. كل الشراويل دي الستات بتخرج بيها على فكره. انت اشتريتي بنطلون خروج، بصوا ده اسمه سويت بانتس، حلو جدا البنطلون ده، بيدي للبنوته شكل قمر كده. واللي الشراويل دي كل الستات بيلبسوها، واللي ما بيتلبسوش في الخروج بصوا كلها براندات اهي قدامكم. واللي ما بيتلبسش في الخروج عادي جدا تقدري تعملي منه احلى تريننج وتقعدي بيه في البيت. طيب تريننج يعني، التريننج يا شيرين هيبقى بحوالي 300 جنيه. قولي لي ليه؟ البراند ده لو رحتي جبتيه تريننج على بعضه، والله والله ما هيقل عن 700 جنيه، مش هيقل بالعكس هيزيد. انا متهيالي بظلم البراند بكلمة 700 جنيه، صدقوني انا عارفة البراند من فترة كبيرة جدا، من حوالي 5 سنين والله، من قبل ما افتح القنوات دي خالص. تمام. كانت بنتي محتاجة بليزر ضروري بتروح بيه الجامعة، فعايزة اقول لكم ان انا كانت بنتي بقى في اولى جامعة وعايزة حاجة كده ايه، شيك كده، ايه تقابل بيها اصحابها كده اول يوم. فعايزة اقول لكم نزلت فرع زارة. تمام، نزلت فرع زارة، ولا كنت لسه اعرف وكالة ولا حاجة من دي. بصوا يا بنات الشراويل قد ايه شيك، شايفين؟ بصوا وماتيريال وماركة، بصوا كل اللي اشك فيها ان هي ماركة تطلع ماركة ايه، مش قادرة اقول لكم. المهم، رحت فرع زارا يا بنات، بقول لكم الكلام ده من يجي 4 5 سنين. انا بنتي دلوقتي اتخرجت وبقت محامية على فكرة. تمام، كانت لسه في اولى جامعة. عايزه اقول لكم ان في عز الرخص لقيت البليزر ده عامل 700 جنيه. طبعا انتوا فاهمين من 5 سنين الاسعار كانت ايه والنهارده ايه. طيب تعالوا نحسبها، من 5 سنين البليزر كان في الفرع ب700، النهارده هنلاقيه بكام؟ النهارده هنلاقيه يوم ما يكرمونا ب1500، يوم ما يكرمونا. طبعا ناس كتير مثقفة متفقة معايا على الكلام ده. انا بقول لكم يعني ساعتها بقى، ساعتها
كانوا ال700 جنيه دول عايزه اقول لكم مصروف اسبوعين بالنسبه لي، او والله العظيم ما بكذب عليكم. فعارفين انا اتخضيت. مصروف اسبوعين، ما تتخضوش، لان ساعتها كانت علبه الجبنه ب7 جنيه، اللي هي الدومتي دي، اللي هي النهارده ب22 جنيه. فعايزه اقول لكم، بقول لكم اتخضيت، كلمه اتخضيت دي كلمه قليله. كان كيس اللبن بخيره ده ب7 جنيه. فكانت الحاجه رخيصه جدا جدا. كان كيلو الجبنه الرومي ب85 جنيه، انا فاكره. انا بقول لكم كان مصروفي ممكن يبقى في الاسبوعين يبقى 2000 جنيه. فبقول لكم اتخضيت. تمام، احنا كده لسه في اللي جوه. بكام؟ ب150 جنيه. بصوا بقى، احنا هنا بره حبيت اديكم نبذه كده بسيطه، وهندخل جوه تاني عشان اوريكم برده سويت شيرت ابو 150 جنيه. ده على فكره اللي انا قلت لكم بره كان ب75. بصوا السعر النص بالنص. اللي جوه عايزه اقول لكم ماتيريال 100% ممتاز، 100%. كانك بالظبط جايباه من البراند بتاعته، كانك جايباه من البراند بتاعته. عايزه اقول لكم الخامه والماتيريال والبراند، كل حاجة فوق الممتاز حرفيا يا بنات، حرفيا ما بقولش حاجة كده. يعني كل اللي انا ماسكاهم دول بكام؟ ب150 جنيه بس، بالظبط كده والله. في البراند يعدوا بكتير كمان. انتي بقى فكري كده معايا بذكائك، لو جبتي بنطلون مثلا لونه مثلا اسود، وخدتي عليه اي سويت شيرت من دول اللون اللي بتحبيه، بقى عندك تريننج. خلاص. تريننج شيك جدا. بصوا ماركة نيكست يا بنات، ماركة نيكست. عايزه اقول لكم معظم السويت شيرتات اللي عجبوني لقيتهم ماركات عاليه جدا، زي ده، زي ده. بصوا يا بنات، حلاوه على بقلاوه. الماتيريال انا بس لو ليا ايدين تانيين كنت مسكت لكم كل سويت شيرت، مسكت لكم الماتيريال بتاعته عشان تشوفوا قد ايه هي جميله وخطيره وحلوه. بصوا. تمام، كل اللي احنا واقفين عنده ده لسه احنا جوه، مع الشراويل ام 150 والسويت شيرت بتاعتها ب 150 برضو. تمام. ما تقوليش على حاجه غاليه، روحي الاول اتفرجي على الماتيريال، اتفرجي على الحاجه كلها اللي قدامك، اتفرجي على البراند، اتفرجي على كل حاجه. وبعد بصوا ده مثلا اللي غاوي شغل ستراس، بصوا الشياكه، شايفين؟ في بنات طبعا بتموت في شغل الاستراس ده. تمام، شايفين؟ بجد حلوين قوي، كلهم احسن من بعض، كلهم. مفيش واحده بس لقيتها شعبي، لا خالص 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 خالص. عايزه اقول لكم ان انا الايام الجايه ان شاء الله ربنا هيقدرني باذن الله، عشان خاطركم، عشان خاطر عيونكم. ربنا هيقدرني ان انا اجري كل يوم اعمل لكم شويه فيديوهات، علشان تلحقوا تجيبوا لبس العيد باذن الله، وتجيبوا كمان لاولادكم كده ترنجين 3 كده لشهر رمضان ان شاء الله. يعني انا بشتري لابني قبل رمضان كده تريننج او 2 كده، يلبسهم كده طول رمضان. بعد الفطار بينزل طبعا يلعب مع اصحابه بلاي ستيشن كده، يعني فاهميني؟ هما بيعتبروا ان شهر رمضان ده برضو بعد الفطار بيبقى احتفال زي العيد. انتوا عارفين بقى الاطفال. بصوا يا بنات، احنا كده بره عند ابو 75 جنيه. بجيب لك الكاميرا على السعر علشان تبقي متأكدة. عايزة اقول لكم بصوا بقى، ده عجبني 80% عن اللي جوه. يعني بالعربي الفصيح كده، انا لو هشتري من اللي بره ده. يعني ليه بقى؟ لان السعر النص بالنص. طب ما انا اجيب اللي هو خامته 80% حلوة، فاهميني؟ يعني انا بقول لكم، بكلمكم بلسان شيرين، فاهميني؟ انتوا بقى دي اذواق. يعني انت ممكن يعجبك هنا يجي 4 سويتشيرتات تاخديهم ب300 جنيه، جوه ممكن يعجبك واحد بس. فعايزه اقولك كده، لا وممكن ما يعجبكيش في دول حاجه. بصوا كان عندهم كمان تي شيرتات بتاعه الرياضه. التي شيرتات دي برضو عامله، بصوا مقاسات كبيره، في منها مقاسات كبيره كتير، وفي منها حاجات بالتيكت زي ما شفتوا كده. عامله كام؟ عامله 75 جنيه. اي تي شيرت من دول عامل 75 جنيه برضو. حلوين قوي قوي قوي، بجد حلوين. رجالي بقى واولادي وكده حاجات حلوه. هنا بقى كان عندهم شغل لانجري حلو قوي يا بنات، عجبني جدا جدا. وحرير في حرير. البلد دي اصل كلها بتبقى اماراتي وكده، عارفين؟ ده عامل 65 جنيه بس، مش شعبي ابدا، والله ما شعبي. يعني عايزه اقول لكم ان انتي بجد، انا واقفه قدام حراير بجد. انا واقفه قدام لانجري حرير في حرير، بجد يا بنات. انا بنقل لكم الصوره، قلت لكم قبل كده في كذا فيديو ان انا بنقل لكم الصوره كاني انتوا اللي واقفين قدامي الحاجه بالظبط.
بالظبط مش اقل والله. علشان الحاجات دي على فكرة فيها امانة هتحاسب عليها قدام ربنا. فانا بنقل لكم الصورة، والا ما كنتش قلت لكم مثلا ايه، لا انا بالنسبة لي ابو 75 حلو. لا، لو انا مثلا بعمل دعايه للمحل كنت قلت لكم لا ابو 150 احلى، ما تشتروش ابو 75 والكلام ده كله. لكن لا، حقيقي حرفيا ابو 75 ده عجبني قوي يا بنات. انا بقول لكم شيرين عجبها ده. وبقول لك برضو لو انت روحتي اولا هتتاكدي من كلامي جدا جدا، طبعا الثقه دي مطلوبه. ثانيا ممكن فعلا يجيبك ابو 150 وترجعي تقولي بصراحه يا شيرين عجبني قوي ب 150 وجبت، طبعا مبروك عليكي. فاهماني؟ بس انا والله كاني عينيكوا اللي واقفه بتتفرج، وبرده في الاخر اذواق، ممكن انا يكون عجبني ده وانتوا يعجبكم حاجه تانية. من الاخر كده عايزه اقول لكم المكان كله احلى حاجه فيه بتميز المكان ده انك هتخشي المكان تشتري منه كل حاجتك. تمام. وكمان عنده اطفال، بس انا المحل كان ابتدى يتزحم عند الاطفال، ما عرفتش اصور خالص. فهصور لكم الايام الجايه لبس اطفال كتير، انتظروا فيديوهات كتير باذن الله، عشان انا عارفه ان كلنا بندور على لبس الاطفال ده. فان شاء الله عشان طبعا دخلة العيد، فان شاء الله ادعوا لي بس كده يا بنات ربنا يقويني، وان شاء الله هصور لكم حاجات كتير اطفال باذن الله. واحنا في اخر الفيديو اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم تنسونيش بالله عليكم، عشان الفيديو اللي فات ما اترفعش خالص خالص، بالكتير جاب 500 600 مشاهده، فطبعا ده بيقلل من قدر القناه جدا جدا. هتعبكم معايا معلش، ومستنيه تعليقاتكم الحلوه واللايك يا بنات، والسلام عليكم.